قبل ما تبدأ قصتنا ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تذكر ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عشان ربنا يكرمنا كده. وما تنساش كمان تشترك في القناة وتقول تعليق جميل. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبتدي قصتنا بشخص واقف في الفضاء وبيبص لإيده وبيقول أنا فضلت 80,000 سنة محبوس في الفضاء ده، ودلوقتي هحقق انتقامي من كل اللي حبسوني هنا. وبنتنقل وبنشوف شخص عمال يضرب في شخص تاني، والشخص عمال يقول له أنت ضعيف ومالكش أي لازمة، أنا ابن ناس أغنياء وأنت شخص فقير، إزاي عايز تاخد البنت اللي أنا بحبها؟ وبنشوف هنا الشخص اللي كنا شفناه في الأول واقف وبيفكر وبيقول الشخص اللي بيعنفه ده شخص جسمه قوي، واضح إنه عنده قوة ممكن أقدر أستخدمها لو دخلت جسمه وأقدر أرجع من تاني، وأقدر كمان أحيي جسمي من أول وجديد. وبينطلق علشان يدخل جسمه، ولكن بتحصل مفاجأة، بتتحرك البنت والولد، وهنا بيدخل جسم الشخص اللي كان مرمي على الأرض. بيحاول يوقف نفسه لكن ما بيقدرش، وبنشوفه بشكل كوميدي كده. وفجأة بيقوم الشخص اللي نايم على الأرض وبيحسوا بطاقة مهولة جدا حواليهم، وبيقوم يزعق ويقول انتوا بتعملوا فيا، انتوا بتضربوني ليه؟ ما عملتش اي حد فيكم حاجة، انتوا بتعملوا ايه يا شوية غجر؟ هنا بيصدموا وبيقولوا ازاي احنا المفروض قتلناه، ازاي قام تاني الضعيف الكحيان اللي ملوش لازمة ده ازاي يقدر يتخطى قوته؟ بيقول له انت بتعمل فيا ايه؟ انت بتقتلني ليه؟ انت مجنون، ازاي تعمل فيا كده واحنا كنا اصحاب، وانت ازاي بتخونيني معاه؟ انا كنت بحبك يا حقيرة. المهم هنا بنعرف ان الشخص اللي بيتكلم ده اسمه لي، وهو اللي كان بيضرب يانج الشخص اللي كان مرمي على الارض، وبيهجم عليه فجأة بقوة كبيرة، ولكن يانج بيقدر يسد القوة دي بكل سهولة. بيستغرب هنا لي جدا وبيقول ازاي الشخص اللي انا كنت بضربه وحرفيا كنت هقتله من شوية ده قدر يسد ضربته بكل سهولة كده، انت ازاي قدرت تقوم تاني وتقف على رجليك قدامي يا حقير انت؟ هنا لي بيطلع طاقة قوية جدا وبيتنرفز جدا، ويانج بيفكر ويقول الشخص ده جسمه ضعيف، مع اني دخلت في جسمه بقوتي دي كلها ولكن ضعيف، لو فكرت ان انا اصد قوة الشخص ده هموت حرفيا. وهنا بنلاقي ان لي هجم على يانج، وفجأة بتظهر يو وبتوقف هجوم لي اللي بيهجم بيه على يانج. ولي بيقول لها انت ازاي توقفي هجومي، ازاي توقفيني وانا بهجم على الحقير ده؟ يو بتقول له انت بتهجم على فرد من افراد فريقي، وبما اني قائدة الفريق ممنوع ان اي حد يفكر يهجم على اي شخص يخصني او يقرب ليا. طبعا لي بيكون عارف قوة يو كويس جدا وعشان كده بيمشي، وبيقول لها انا همشي من هنا، لكن بيقول ليانج انا هيجي يوم اقتلك يا حقير. يانج بيكون خلصان حرفيا ونايم على الارض مش قادر يعمل اي حاجه، والتانيين بيكونوا مصدومين من قوه يو. ويو بتقول انت مالكش لازمه ومفيش منك فايده، كل شويه تعمل مشكله وهاجي احل لك المشكله دي، حاول تطور من قدراتك شويه لان كده في مره لو انا ما لحقتكش انت هتموت. وبيتغير بينا المشهد وبنشوف يانج وهو ماشي في السوق وبيقول انا لازم احسن من قوتي جدا علشان اقدر اتفادى كل اللي بيحصل لي ده ويكون جسمي قوي واقدر اقاتل، الجسد الضعيف ده مش مساعدني. وبنشوفه شايل على كتفه تقريبا شوال ملان اعشاب علشان يستخدمها في صقل قوته، وبيدخل بيت والده بيقول له ما تنساش ان عندنا عزومه النهارده عند البطل ليو، السيد ليو عامل عزومه مهمه جدا وانت لازم تكون موجود فيها يانج. وبنشوف يانج بعد كده وهو بيخرج كل الاعشاب الروحيه اللي اشتراها وبيثقلها علشان خاطر يقدر انه يقوي الجسم الضعيف اللي دخل فيه ده. وبنشوف الطاقة بتكون حواليه بطريقة مهولة جدا، طاقة زرقاء، وبيقدر بطريقة معينة انه يدمج الروح اللي جوه الاعشاب دي ويطلع حباية قوية جدا، ولما بياخدها بتنفجر طاقة مهولة جدا من جسمه. اللي حرفيا بنشوفه اللي هو بيكون خلاص نظف البيت وفجأة يحصل انفجار مهول نتيجة للطاقة القوية اللي خرجت من الانفجار ده، وابوه بيقول له ازاي يا جدع يا جدع ارحمني يا جدع، لسه منظف البيت حرام عليك ابوس ايدك، انت بتعمل فيها ليه كده؟ وفجأة بيتنقل بينا المشهد وهم داخلين القاعة بتاعة السيد ليو، وهنا بنشوف كل الناس وهي بتسخر من يانج وبتقول ايه اللي جاب الضعيف ده هنا، هو وابوه الفقير. وهنا يانج بيقول لهم انا هعرفكم مين الضعيف والفقير يا شويه ما بيغلطش. وهنا بنشوف ابو يانج وهو بينحني قدام ياو اللي بيكون متغطرس جدا ومتكبر جدا في نفسه علشان ابو يانج فقير. هنا ابو يانج بيقول له ازاي تقول لي افسخ خطوبه ابني، الموضوع ده من زمان. ياو بتقول له ابنك فقير ازاي اتجوزه، انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ ازاي اتجوز واحد حقير وضعيف وفقير زي ده؟ وابو ياو بيتكلم وبيقول له يعني ايه وعدتك بزواج او اتفقنا على زواج، انت فاضي؟ انت فقير وابنك ضعيف وملكوش اي لازمه ولا قيمه، انت بتكلم السيد لي فخر العيله وبنتي يا واجمل بنت في المدينه. هنا بيتعصب بينج وبيمسكه وبيقول له ازاي تعمل كده، بيتدخل لي وبيقول له انت نسيت نفسك ولا يا حقير. وهو بيجهز قوه كبيره علشان يضرب ابو يانج، لكن فجاه بتمسك ايده ايد قويه جدا وبتقول له انت اللي نسيت نفسك، لو عايز تحارب حد حارب حد قدك، اتفضل حاربني وانا اعرفك مقامك يا حقير. هنا ليه بيقول له انت يا ضعيف يا اللي مالكش لازمه بيتكلمني انا، وبيجهز ضربه قويه جدا عشان يضرب يانج. وفجاه بنشوف يانج بيصد ضربه لي وبتظهر قوه مفاجاه وبتكون دي ودخل القائد جاية وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، مين اللي اتجرأ
قاتل في مكاني، شكلكم عايزين تموتوا، اللي هيفكر يعمل كده في مكان انا موجود فيه هيكون اخر يوم في عمره. بنشوف القائد جيا وهو بيعتذر ليو للسيد ليو، بيقول له انا اسف جدا ان انت اول ما دخلت قاع كان ده الوضع، بعتذر ليك جدا. هو بنشوفهم داخلين وكل الناس معجبين وبيقولوا السيد ليو جه علشان ياخد ليه تلميذ ليه وهيكون فخر بلدنا. يا سلام. وبنشوف هنا القائد جيا بيقول للسيد ليو احنا فخرين جدا بوجودك في وسطنا يا سيد ليو، يعني عايزينك تظهر بعض مهارات الكيمياء للشباب علشان يستفادوا من خبرات حضرتك، وكمان لليو علشان هو فخرنا واحنا عايزين يكون تلميذك. هنا بيحاول يظهر قدراته فعلا وبيظهر قدر عظيم، بتصدر منه طاقة قوية جدا. ليو بيقول معقول طاقة معقولة، أنا معجب جدا بالشخص ده هيكون أستاذي وفي يوم من الأيام هكون زيه. كلهم بيقولوا له ألف مبروك يا لي، وأهم حاجة لما توصل لمنصب كبير في الإمبراطورية ما تنساناش. لكن هنا بيظهر يانج وبيقول ماله ضعيف ليه كده؟ الناس ليه ضعفاء في الزمن ده أو كده؟ حتى الكيميائيين اللي كانوا ليهم قيمة وقوة مهولة دلوقتي ضعفاء ومش عارفين يعملوا ده. هي الكلام الفارغ ده. ليو بيقول له انت ازاي يا ضعيف انت يا حقير يا عبد، انا مالكش لازمه تقول على السيد ليه الكلام ده، السيد ليه ضعيف انت بتستهين بمهارته. والسيد جاي حتى القائد جاي بيقول له انت ازاي انت مجرد شخص فقير تتكلم على السيد ليو الكلام ده. هنا السيد ليو بيوقفهم بيقول لهم انت شايف ان انا ضعيف، طب قول لي ايه اللي انت شايفه ضعف فيا او غلط. العجيب كلهم بيستغربوا وبيسخروا من يانج، لكن السيد ليو بيسمعوا، وعشان كده يانج بيحترم السيد ليو وبيتكلم. حتى لما حد بيجي يقطعه زي القائد جيا بيتكلم ليو ويقول سيبوهم. السيد ليو بيقول له اتفضل اتكلم يا يانج. يانج بيتكلم وبيشرح الاخطاء اللي عملها السيد ليو واللي خلت الظاهر الحبه بتاعه يكون ضعيف. ليو بيقول للجنود هاجموه، ده كلب ازاي يكلم السيد ليو. السيد ليو بيتعصب ويقول له انت حقير ازاي تتكلم وانا بتكلم مع شخص. هنا يانج بيحترم السيد ليو بيقول له انت عملت اخطاء الفلانيه، وبيكلمه فعلا وفعلا بيسمع كلام السيد ليو وبيعمل هاله مهوله جدا. وفجاه بينزل القدر على الارض وكلهم طبعا مستنيين يشوفوا فشل يانج. ولما بيرفع الغطاء عن القدر بيتفاجئوا بوجود صخره. هنا بيفكروا فعلا ان يانج ده مجرد فاشل وان العمليه فشلت، لكن فجاه بيحصل اللي محدش متوقعه، بتخرج طاقه وحبه من المرحله الرابعه. هنا السيد ليو بيقول ازاي انا طول عمري بقدر اوصل للمرحله الثالثه فقط وما بكونش قويه كمان ولا بالنقاء ده، الحبه دي قويه ونقيه جدا، انت ازاي قدرت توصل لها؟ ازاي قدرت تعرف حاجه زي دي؟ ده انا عمري يعني اتعلمت الاف السنين وما قدرتش. طبعا ليه بيتجنن وبيحاول يوقف يانج، لكن السيد ليو حرفيا بيبقى هيقتله. بيقول له انت ما تعرفش ده مين، ده اسطوره عصره في الكيمياء. وبيترجاه وبيقول له لو سمحت يا سيد يانج انا بطلب منك انك تنضم من نقابه الكيميائيين الامبراطوريه واوعدك بمنصب عظيم هناك وهيكون ذي شأن وهتكون اقوى الكيميائيين، بل انك بعد كده هتوصل انك تكون رئيس النقابه حرفيا. ويقول لهم بعد كده السيد ليو في حمايه نقابه الكيميائيين والامبراطور اللي هيقرب له او هيهينه حرفيا كانه بيهنا كلنا وبيهني انا شخصيا. اتمنى تكونوا فاهمين الكلام ده كويس. ليه بيقول له ازاي انت المفروض جاي علشان تاخدني انا وانا تلميذك، انا اللي عبقري. والسيد جاي بيكون مصدوم من اللي شايفه وبيقول له ايه ده يا فندم، لكن ليو حرفيا بيخبط ليه وبيوقعه على الارض وليه بيعتذر لهم كلهم وكلهم بيكونوا مصدومين. حتى ابو ياو وياو بيكونوا مصدومين بيقولوا ازاي القوه دي. القائد جاي وهو بيعتذر لابو يانج وبيديله منصب كويس جدا علشان خاطر اعتذار ليه، واللي بيكون مصدوم هو وياو حرفيا من اللي بيحصل. وبنشوف اخونا يانج وهو قاعد حاطط رجل على رجله بيفكر في الجنيه اللي سرقت منه مملكته وحبسته في الفراغ لمده 80,000 سنه، وبيقول مسيري انتقم منها، لازم ارجع لقوتي كامله عشان اقدر اخلص منها وارجع مملكتي تاني. وبنشوفه وهو حرفيا غاضب جدا وبيتمرن بقوه مهوله جدا لدرجه ان كل الطلاب بيتصدموا منه بيقولوا ايه القوه دي، ازاي قدر يوصل للمرحله الخامسه وهو مجرد شخص ضعيف. وبرضه على الرغم من انهم شافوا قوته يستهينوا بيه، لكن المعلم بيكون معجب بيه جدا. لكن الطلبه برضه بيسخروا منه بيقولوا ضعيف حتى لو ظهر ان هو من المرحله الخامسه، فانا اظن ان ده كده. لما بيشوفوا مقاتل بيقول له انا محتاج اقتلك، انا معجب بقوتك، لازم تكون خصم ليا. هنا يانج بيرفض، لكن المعلم بيقول له مش هتقدر ترفض يا يانج، انت لازم تقبل الموضوع. وهنا بيحصل التحدي وبيقف المقاتلين اللي من المرحله الثالثه كلهم قدام فريق يانج، كل واحد ليه فريق، والمعلم بيقول لهم الشروط بتاع المسابقه، بيقول لهم كل واحد هيكون ليه فرصه واحده فقط لا غير. يانج بيسال يو بيقول لها مين المحارب ده؟ تقول له يانج محارب من الدرجه الخامسه وحفيد رابطه هيلواتشو، ودي حفيد رئيستها، كمان احد اقوى محاربين في الرابطه دي، والرابطه دي كمان من اقوى الروابط الامبراطوريه. يعني عارفين ده شخص خطير جدا والتعامل معاه مش سهل. هنا المعلم بيقول لهم كل شخص ليه فرصه واحده ولازم تتفقوا مين اللي هيحارب مين، واللي هيخسر هيطلع بره، وكمان اللي هيفوز هيستمر لحد ما يخسر. كلهم بيتفقوا بيدوروا على الشخص اللي هيكون موجود، لكن بيلاحظوا ان في شخص هرب. بنشوف
لكن اصحابه بيشجعوه بيقولوا له عادي دي مجرد مسابقه مفيش مشكله. شيهو بيتشجع وبيقوم علشان يهاجم جينج، لكن جينج بخبطه واحده حرفيا بيكون جابه الارض. المعلم بيستغرب بيقول جينج قوي بدرجه مهوله جدا، وبيقول ليو ايوه اتفضلي انت اقوى مقاتله عندنا، لو سمحتي انت اللي تقدر تهزمي. يو بتحاول تهاجمه حرفيا بقوه مهوله جدا، ولكن جينج بيقول لها انت بتهاجميني بيه، انت ما تعرفيش قوتي، وبيخرج سيفه وبيهاجم يو، وبضربه واحده حرفيا بيكون موقعها على الارض. وهو كلهم بيقولوا خلاص يو خسرت، يعني احنا كلنا خسرنا، يو اقوى مقاتله عندنا. لكن هي جينج بيقول سيف الجحيم سيفي اللي انا اديته لوو، معنى كده ان الولد ده هو حفيد وو تلميذي. الله كويس يا وو انك لسه محتفظ بالمهارات اللي علمتها لك وكمان السيف بتاعي. وهو بيشاور على يانج وبيقول له تعالى حاربني يا ضعيف. بيقول له انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ انت عايزني انا اللي احاربك؟ بيقول له يلا انا عايز اشوف قوتك يا متباهي. بيقول له انا هحاربك بالعصايه دي. هو بيطلع عصايه صغيره كده، لدرجه ان جينج بيقول للشخص ده غريب ازاي حاربني دي، معنى كده ان هو عامل خطه علشان يتغلب عليا او انه قوي جدا. المعلم بيقول مجنون غبي، ما اعرفش الشخص ده تفكيره ايه. المهم ان احنا لازم نفهم الشخص ده بيتصرف ازاي. وهنا شينج بيرفع سيف في الجحيم وبيسدد ضربه قويه جدا اسمها اسهم الجحيم ناحيه يانج. يانج بيضحك وبيقول له انت ازاي بتهاجمني بضربتي اساسا اللي انا صنعتها من روحي؟ وبيخرج من جسمه طاقه مهوله جدا بترد ضربه اسهم الجحيم على جينج. جينج بيتصدم من الطاقه اللي شايفها، حرفيا بيبقى هيغمى عليه. كل الطلبه حرفيا هيبقوا هيموتوا بسبب القوه اللي شافوها. بيقولوا دي يانج هيموتنا حرفيا، احنا زي كنا بنقلص على شخص بالقوه دي. هنا بيستغرب جينك وبيقول له انا هوريك قوتي الحقيقيه، انت مستحيل تقدر توصل للقوه دي من غير سيف، لكن انت بتستخدم عصايه وواصل ليها. يا يانج بيقول له لو انت قوي كنت فهمت اللي انا بقوله، لكن انت عمرك ما هتوصل لمستوايا ولا هتفهم، عشان كده مش هتعب نفسي في الشرح ليك بصراحه، فما تتعبنيش معاك. هنا بيظهر يانج قوته حرفيا، وهو بيقول له انا في المستوى الخامس يا ضعيف انت ازاي تقول ان انا كده؟ وبيهاجمه جينج بقوه مهوله جدا على شكل تنين ازرق، لكن يانج ما بيهموش وبيخرج تنينه الذهبي وبيهاجم بيه، حرفيا بينهي وبيحول قوته اللي بضرب. هنا جينج بيقول له انت ازاي قدرت توصل للمستوى ده في سيف الجحيم؟ اصلا انت ازاي قدرت تخرج الطاقه دي من غير سيف؟ لازم يكون معاك سيف الجحيم علشان تخرجها. لكن يانج بيقول له انت اللي ضعيف، مش هتفهم اللي انا اقوله لك ولا تقدر، لكن انا فخور بجدك ان هو لسه محتفظ بالسيف ده. وبيقول له لو قدرت توصل لقوتي هتقدر تحول حتى لو ريشه لسيف اقوى كمان من سيف الجحيم. وفجاه بيرفع العصايه اللي في ايده وبيظهر مستويات سيف الجحيم. جينج بيقعد على الارض وبيعلن استسلامه. انت ازاي بالقوه دي؟ يو بتبقى مصدومه وحرفيا هيغمى عليه القوه دي. بيتنقل بينا المشهد وبنشوف يانج وهو رايح لنقابه المحاربين في رابطه ووشو، بيقول لهم انا عايز اقابل رئيسكم وو شانج، لكنهم بيقولوا له انت مين وعايز تقابله ليه؟ هو مش فاضي عشان يقابل امثالك من الناس اللي ملهاش لازمه، انت امشي قبل ما نخلص عليك. لكنه بيقول لهم انا مش عايز اضربكم، وبيهاجمهم فعلا وبيعاقبهم معاقبه شديده جدا. لكن في اللحظه دي بيدمر الباب وبيفتح باب الرابطه بكل قوه، حرفيا ما فيش حد بيفضل على الارض من القوه اللي هو بيعملها. شخصيه مرعبه، كلهم بيبقوا مرعوبين قدامه وهو هيهاجمهم تاني. ولكن فجاه بيظهر مجموعه من المقاتلين وبيظهر صوت مين بيعمل ازعاج في مكاني يا شويه عالم، وبيسكت فجاه بيقول مين الشخص اللي موجود ده؟ اقتلوه، عاقبوه، اجلدوه، اعملوا في اي حاجه، المهم مشوه من هنا. بيقول له انت لسه عصبي زي ما انت يا صاحب الانف المقور. بيتصدم السيد وو شانج من اللسان وبيقول له انت مين؟ انت اللي جابك هنا؟ الكلمه دي ما يعرفهاش غير معلمي. انت مين؟ بيقول له تعالى ورايا نروح اوضه التدريب ونشوف ايه الموضوع ده. كلهم هنا بيتكلموا مع يانج باسلوب كويس وحش جدا، لكن السيد وو بيقول لهم من هنا وجاي سيد يانج لاحترامه. بيقفوا قدامه بيقولوا معلمي انت رجعت تاني صح ولا انا غلطان؟ بيقول له فعلا انا رجعت تاني، فين اخواتك؟ هو انا مبسوط جدا من اللي انت وصلت ليه وعملته، شكرا كمان على حفظ ممتلكاتي. بيقول له انا سعيد جدا برجوعك يا معلمي، وبيقول له انا سعيد انك عملت حب، يعني قدرت تحقق حلمي وكمان عملت الرابطه اللي كان نفسي اعملها، وعملت حاجه جميله جدا وكمان احتفظت بممتلكاتي ومعلم كمان حفيدك للمهارات اللي علمتها لك. بيقول له لو عايزني انهي كل ده انهي. بيقول له بالعكس ده انا جاي علشان اهنيك ومبسوط جدا باللي انت عملته. فين اخواتك؟ انا سبتكم وانت معاك كام اخ كانوا تلاميذ عندي. قال له اخويا الاول اسس نقابه الكيميائيين، وكمان كواحد تاني بيحاول يزيد قوته وبيلف العالم علشان يحصل على مواد روحيه تزود قوته. بيقول له انا مش متخيل انكم اصبحتوا بالقوه دي، لكن انت ايه اللي مخليك هنا وانت عندك القوه دي كلها؟ بيقول له بصراحه انا لما جيت هنا قابلت بنت جميله جدا وعجبت بيها واتجوزتها وانجبت منها، وكمان حبيت اكمل حياتي هنا، عشان كده فضلت هنا يا معلمي وما خرجتش من المدينه دي واصبحت حياتي هنا وحبيتها. بيقول له بس يعني مش مشكله، بس انا معجب باللي انت عملته.
أنا عايز منك خدمة بصراحة. بيقول له طبعا يا معلمي أي خدمة تطلبها كنت تحت أمرك، أنا حاليا تلميذ في مدرسة النجوم لو محتاج مني حاجة كمان تلاقيني فيها. هنا بيصطدم المعلم وشو بيقول له ازاي يا سيدي انت معلمي واقوى محارب امبراطوري في العالم كله، ازاي تكون في مدرسة حقيرة زي دي ما تلاقيش بمقامك؟ بيقول له انا مضطر لده حاليا لحد ما اقدر استعيد قوتي كاملة. بيقول له على فكرة المدرسة دي انا اعتبر ملكها، ليا 70% فيها، وطبعا اي حاجة يا معلمي انا تحت امرك. بيقول له فعلا انا محتاج منك خدمة بس مش تخص المدرسة، انا محتاج سيف روح التنين بتاعي. بيقول له يا انت لسه محتفظ بالسيف بتاعي؟ بيقول له ايوه يا معلمي انا مش قادر اسيطر على الروح اللي فيه، حرفيا بشيله بالعافيه. لكن هنا يانج بيفعل طاقته وبيسيطر على روح التنين اللي موجوده جوه السيف، وبيقول له شكرا ليك، وبيديله كمان المستويات الثلاثه الباقيه من سيف الجحيم. هو فجاه بنشوف ليه دخل بيته، وكمان بنلاقي السيد ليو مستنيه، وابوه بيقول له انت كنت فين ومتاخر كل ده؟ والسيد ليو بنفسه قاعد مستنيك، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ السيد ليو بيقول له ما تعاقبوش ولا حاجه، انا جاي علشان اتعامل مع السيد العظيم ده. بيظهر القائد جين وكمان معاه ليه، وبيقولوا يعني فين سيد ليو؟ انت ازاي سيد ليو تكون موجود هنا وما تلجألناش؟ لو انت عايز اي مساعده تعالى لنا. سيد ليو بيقول لهم انا مش جاي لكم، انا جاي للسيد يانج، ولو سمحتوا اطلعوا بره. وبتظهر منه طاقه قويه جدا. بيخرجوا بره وبنشوف السيد ليو واقف مع السيد يانج وبيطلب منه مساعده. بيقول له انا محتاجك لان يكون في اجتماع لنقابه الكيميائيين، والاجتماع ده مهم جدا ولازم نظهر فيه قوتنا، وده هيفرق جدا في مكانه نقابه الكيمياء في الامبراطوريه وهيرفع شأنها كمان. عايزك تعلمني ازاي اقدر اثقل حبه من الفئه الخامسه واقدر ارفع بيها مستوى. بيقول له يعني ماليش دعوه، لكن سيد ليو بيقول له لو سمحت ارجوك، وبيقول له كل موارد النقابه هتكون تحت ايدك. هنا حرفيا يانج بيرفع وبيطلع منه صغير كده يقعد يعمل لسه ايه انا كده تقريبا اوفر كتير جدا، وبيفكر في الموضوع وبيقول كده تكون صفقه رابحه جدا ليا، وبيوافق على الطلب السيد ليو. هنا سيد ليو بيشكره جدا وبيدي له يانج ورقه وبيقول له وصلها كمان لرئيس نقابه المحاربين. هنا سيد ليو بيقول تحت امرك، وفعلا بنشوف الورقه وهي رايحه لرئيس نقابه المحاربين السيد وو شانج، وهو بيقول رساله من رئيس نقابه الكيميائيين. بيستغرب وبيقول معقول في مشكله، في حاجه حصلت؟ ايه السبب في رساله مهمه زي دي تجيلي؟ ولما بياخد رساله ويفتحها بيلاقيها من يانج، بيقول انا عايز اجازه علشان اكون مش فاضي في اليوم ده. وبيتبسط جدا انه بيقول هو علمني ليه طلبات غريبه، وبيحصل ده وبيبعت لمدير المدرسه واللي بيوافق هو مرعوب عشان ما يترفدش من شغله. هو بنشوف يانج وهو واقف حرفيا في عيد ميلاد يو، وكلهم بيقولوا لها هو ده الشاب اللي انت معجبه بيه؟ هو ده اللي انت ترتبط بيه؟ بيظهر شخص كده من العدم وبيكون غيران من يانج. تعرف ان الشخص ده اسمه شينج، وهو بيسلم على يانج وبيحاول يظهر قوته، لكن يانج مش بيتاثر ابدا. وهنا شينج بيحس بالضعف قدامه، وبنشوفهم قاعدين مع بعض وكل واحد عمال يتفاخر بعيلته. يانج بيقول المكان ده غالي جدا ومستحيل يدخله غير ناس اغنياء جدا او لهم مناصب كبيره جدا في الامبراطوريه. وبيقول انا مش عارف ايه اللي جايبني هنا. هنا كلهم بيفتخروا وبيقولوا يو دي اكيد وراها مصيبه، اكيد ابوها حد منصب او غني، حد قوي جدا عشان تكون هنا. كلهم بيتابعوا عائلتهم وبيسالوا يانج انت عيلتك ايه؟ لكن يانج بيقول لهم انا من عيله تشان، من عيله لي. بيتصدموا ان هو من عيله فقيره جدا، وان هو شخص فقير وما عندوش اي مؤهلات. هنا بيستغل شينج الموضوع وبيظهر هديته ليو، وبتكون هديه مهولة جدا وشكلها قوي جدا لكنها بتكون مزيفة. لما بيشوف يانج على طول بيعرف انها مجرد منظر على الفاضي، لكن يانج بيقول له انا مش جايب هدية بهرجة زيك، انا جايب هدية بسيطة لكن قوية جدا وقيمة جدا. يو بتقول لهم انا ما يهمنيش المظاهر، يهمني بس قيمة الهدية. وهو بتشوف هدية يانج وتاخدها، وهنا حرفيا شينج بيتصدم من اللي حصل لان يو فضلت هدية قديمة على هديته، وهو بيقول لها انا هديتي قوية جدا وقيمة جدا زي ترفضيها. يو بتقوله انا مش مهتمة بالحاجات القيمة قوي، وده عيد ميلاد ما يسألش الموضوع ده. شانج بيتحرك جدا وبيقول ازاي تاخدي هدية ملهاش قيمة يو، وازاي تعملي كده؟ يانج بيقول له ده عيد ميلاد، ازاي تجيب هدية قيمة كده؟ وبعدين على فكرة انا دي تعتبر كنز للي يفهمها. هنا يو بتاخد هدية يانج وبتشكره جدا على الهدية اللطيفة دي، وبيقوموا كلهم ويانج بيقول لهم انا ورايا حاجة اخلصها، انا الامبراطور النجم العظيم، مش هقعد مع شوية عالم مهابيل زيكم، شوية مدللين مالهمش قيمة. وهنا بنتفاجئ ان كل زمايل يو بيقولوا انت ازاي تقعدي مع شخص فقير زي ده؟ ازاي تتعرفي على ناس من المستوى ده؟ شينج بيستغل الموقف وبيقول لهم انا اعرف محل قوي جدا، مكان ليه مكانة ومهول وفي حاجات غالية جدا، ممكن نروح نتفسح فيه واشتري لك منه هدية كمان، وبالمرة هوريكي بعض المحلات اللي تخص عائلتنا. هنا بيظهر مقاتلين من الفراغ وبيهاجموهم. كلم قائد المجموعة دي وبيقول لهم سيدة يو احنا محتاجينك تكوني معانا، فتعالي معانا بهدوء علشان ما نضطرش نهاجمكم. شينج بيتعصب جدا وبيقول لهم تهاجموا مين يا شوية ضعفاء؟ انا مش هسيبكم تاخدوا يو اصلا. وفجأة هنا بيظهر قائد المجموعة دي وهو بيرفع سيفه وبيقول له انت بتهددني؟ انا هخلص عليك واخدها برضو يا ضعيف. وفجأة بنشوفه وهو بيهجم على السيد شينج، لكن شينج بيخرج القلادة اللي معاه واللي بتعمل درع سحري
شيء قوي جدا بيوقف هجمة الشخص ده، لكن الشخص ده ما بيتراجعش وحرفيا بيقف وبيظهر قوة سيفه وبيهاجم الدرع ده وبيكسره. بيقع شنج على الارض وبيقول له لو سمحت ما تقتلنيش، ارجوك انا ما عملتش حاجة، سيبني اعيش، انا ما عملتش حاجة. وبيخبطوا خبطة وبيطيروا من المكان. هنا بيحاول يمسك يول لكن فجأة بيخرج تنين مهول جدا من قلادة يانج اللي لابساها يو، تنين قرمزي يملك طاقة نارية ذهبية مهولة جدا وبيهاجم الثلاثة دول وحرفيا هيحرقهم. بيتراجعوا لورا وبيهربوا من المكان وهما مرعوبين من الطاقة دي، وكل اللي موجودين في المكان بيكونوا مظلومين. وبنشوف يانج وهو ماشي ولا على باله بعد الفخامة اللي عملها في المعركة اللي فاتت. يا فخامتك يا يانج. وبيكون ماشي وبيقول انا عايز اخترق المستوى السادس واحتاج لاعشاب كتير. بيقولوا ان الطبيب ده عنده اعشاب كتير جدا وعنده كمان الاعشاب اللي انا ممكن احتاجها. وبنشوف يانج وهو داخل العيادة وبتكون ملانة بالناس، وطبعا بيكون الطبيب ده هو الطبيب الاول في الامبراطورية كلها وبيكون عنده مهارات مهولة. لكن يانج لما بيدخل العيادة بيقول الشخص ده عنده مهارات طبية متوسطة بس متفاني في عمله، وبيطلب من شخص ما موجود هناك بيقول انا محتاج اعشاب معينة. الشخص ده طبعا بيجري على طول علشان يجيب لي يانج الاعشاب اللي هو طلبها. بنتفاجئ بواحدة داخلة بابنها وهو مغمى عليه حرفيا وبتقول الحقني الحقني يا طبيب، يا طبيب طاي ارجوك انقذ ابني. بيسألها الطبيب طيب وبيقول لها الاعراض دي ظهرت منين؟ ده اللي هم بتقول له انا ما اعرفش من الصبح وابني مغمى عليه، ارجوك الحق ابني انا خايفه يروح مني. بيمسك دقنه بكل حكمه وبيقول انا ما اعرفش ايه اللي جوه الطفل ده، نبضه معقد ومشاكل في التنفس، مش قادر احدد مرضه، اظن ان دي هي الحمى الصفراء. الام بترجع وتقول له ارجوك انقذ ابني باي طريقه، انا مش عايز اخسر ابني، هو ابني الوحيد وما اقدرش اعيش من غيره. بيقول اظن ان دي الحمى الصفراء وانا هديك علاج ليها، فممكن تاخدي العلاج ده وهيكون ابنك كويس. هنا الام بتقف وبتشكر الطبيب طاي جدا وكلهم بيكونوا طبعا متعجبين من يانج واللي بيرفض العلاج وبيقول لهم انت لو اخدت العلاج ده ابنك كده هيموت. بيقول له علاجك غلط وتشخيصك غلط. تاي بيقول له انت ازاي تعدل عليا، انت تفهم في الطب. هنا يانج بيقول له الاعراض الحمى الصفراء وهي التقيؤ وكمان بيكون في دوخه، انت بنيت حكمك على الظن، لكن الولد ده انت ما فكرتش حتى تكشف عليه الدقة اللي عنده هو الكوليرا. ولو مش مصدقني ممكن تحاول تبص لعيون الولد ده وانت هتفهم. هو حرفيا بيفتح عينه بيلاقي ان هي حمرا جدا، بيقول فعلا عيون الولد ده ملتهبة جدا وعروقه بارزة فيها، انت ازاي قدرت توصل للمعلومة دي حتى من غير ما تكشف عليه؟ بيقول له ده مرض الكوليرا، ففرق كبير جدا ما بينهم، لو اخذ العلاج بتاعك هيموت. كلهم بيكونوا مصدومين والسيد تاي بينحني قدامه بيقول له انت طبيب عظيم وانا على الرغم من سنوات دراستي ما وصلتش لعلمك. بيقول له ابدا انا بس حاولت اساعدك وانت شخص عظيم لانك حتى اعترفت بخطأك على الرغم من مكانتك دي، بجد انا فخور باني بتكلم معاك. هنا السيد تاي بيطلب منه علاج، يعني انا ما عنديش علاج. الام بتقول حاولوا تعالجوا ابني. السيد تاي بيقول ليانج انا ما عنديش علاج للمرض ده وما اقدرش اعالجه. بيقول له ازاي يا راجل وانا موجود، انا هديك الوصفه. وفعلا يانج بيملي السيد تاي العلاج بتاع المرض ده وبيقول له انا مش عارف انت درست كام سنه. بيقول له انا بصراحه ما درستش، انا لسه مالف العلاج ده حالا. السيد تاي هيكون هيغمى عليه من اللي بيسمعه. انت مين يا عم، انت شيطان ولا بني ادم ولا فيك ايه بالظبط؟ ارحمني شويه وخف عليا. وفعلا بيجهزوا العلاج وبيدوا له العلاج للطفل وبيقوم، والام بتشكر يانج وبتقول له انا مش عارفه من غيرك هعمل ايه. وشوف يانج هو خارج يجري، السيد تاي بيقول له استنى انا عايز اتعرف عليك، انت منين، عايز اوصل لك. بيقول له انا اسمي يانج من منزل عائله ليو، تعال هناك وهتلاقيني ما تقلقش. هنا بيقول الطبيب جهزوا الهدايا، انا هزور عائلة ليو دي، لازم اكون لي علاقة قوية مع الشخص ده، ده هيكون لي مكانة عظيمة جدا 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 في الامبراطورية. بنشوف يانج وهو وصل لبيته بيلاقي لي وكمان معايا وهم واقفين قدام بيته، فيقول له لي انت لازم تكون موجود بكره في اختبار المبتدئين للعائله. يانج بيستغرب بيقول له يعني ايه، انا مش فاهم. يقول له ده اختبار بيتعمل علشان نعرف مين هيكمل في العائله وهيكون ليه مكانه وهيدخل مدارس كويسه جدا يضرب فيها القتال، ومين ضعيف وهيترفد او هيترمي في مكان بعيد وهيفضل طول عمره خادم وفقير ومالوش اي لازمه. يانج بيقول له اكيد هيكون موجود، وبيدخل جوه اوضته وبيبتدي يقول انا لازم اكون اقوى من كده علشان اقدر اتخطى الاختبار ده. وبيبتدي يجمع الطاقه الروحيه وبيقول انا لازم اعمل حبه من المستوى الخامس وتكون قويه جدا عشان اقدر اتخطى ومحدش يقدر عليها. وفعلا بينجح وبيقدر يعمل الحبه اللي هو كان بيتمناها. هنا بنرجع لكمان ارض الاختبار وبنشوف اجتماع عائله لي، هو الكل بيكون موجودين والاختبار بيكون تحت رعايه عمه يانج، وبنشوف القائد يانج وهو بيدخل الطلاب، وكمان بيكون كل موجودين وبنتفاجئ بدخول السيد ليو اللي بيعظم له السيد يانج جدا وبيقول انا فخور بوجود حضرتك هنا. بيقول له بصراحه انا مش جاي علشان معتبر الاختبار، انا جاي علشان اقابل السيد يانج. وبيكلم السيد يانج بيقول له شكرا جدا على مساعدتك ليا وانا جاي هنا علشان
أقدم كامل احترامي للسيد العظيم يانج. هنا لي بيكون واقف فوق الشجرة وبيقول للشخص الحقير ده بياخد مني الانتباه. المفروض ان انا اللي اكون تلميذ السيد ليو اخد انتباهه. الشخص ده لازم ينتهي النهارده. وبنتفاجئ بوجود الطبيب طاي هو كمان داخل من الباب. القائد يانج بيقول حضرتك شرفتنا بنفسك. الطبيب الاول في الامبراطوريه بيقول له مصيبه لا يكون هو كمان جاي ليانج، تبقى كارثه النهارده، يبقى الشخص ده هيولع فينا كلنا. الطبيب طيب بيقول له انا مش جاي علشانكم ولا جاي عشان الاختبار، انا جاي عشان اقابل السيد العظيم يانج. اللي هو بيتصدم وبيقول كمان بيفهم في الطب، هو ما عادش رحم ولا ايه؟ هنا بينحني قدام السيد يانج وبيقول له سيد يانج انا جاي علشان اشكرك على المعروف العظيم اللي قدمته ليا. هنا السيد ليو كان بيتصدم وبيقول له كمان هو طلع بيفهم في الطب، يعني كيميائي عظيم وطبيب عظيم. مين الشخص ده؟ كلهم بيتصدموا من اللي هم شايفينه. طبعا عم يانج بتقول معقول يانج بقى بالقوه والمكانه دي كلها؟ انا فخوره بيه. وهنا رئيس العائله بيعلن بدايه المسابقه وبينزل ليه وبيقول له انزل يا يانج يا حقير، انا هعرف العائله مين الاقوى، انت لازم تتهزم النهارده. هنا بتقف احدى المعلمين وبتحاول تفهم ليه القواعد، لكن ليه بيضربها حرفيا وبيعتدي عليه وبيقول له انزل يا يانج يا ضعيف عشان انا اعرفك انا مين، انا المحارب الاول في العائله يا حقير وانت مجرد خادم عندي. هنا كل المعلمين بيتضايقوا لان ليه اخترق القواعد والمفروض انه يتعاقب على اللي عمله ده. يانج بيقول له انت متاكد من اللي انت بتطلبه ده حبيبي؟ يعني انت بجد عايزني احاربك؟ هي المشكله ان جينج والد ليه كمان بيتخلى عن القواعد، بيقول له انت ابوك مش هيحميك مني عشان اتخلى عن القواعد وسابك واقف قدامي. ليه بيجهز ضربه قويه جدا وبيقول له النهارده هتكون نهايتك يا يانج. هو بيحاول يهجم على يانج بكل قوته وبنتفاجئ بانفجار مهول. جينج بيكون فخور بابنه بيقول خلاص قضى على يانج، وهو بيكون ليه واقف مبسوط جدا من اللي حصل وبيقول لي يانج مات اصلا. بيتفاجئ ان يانج ما دافعش عن نفسه واخد الضربه في صدره وهو واقف بدون اي تاثير ولا كأن حاجه حصلت. السيد طيب بيقول معقول هو بالقوه دي كلها ده ما تاثرش باي حاجه؟ السيد ليه من المستوى الرابع، لازم يكون السيد يانج على الاقل فوق المستوى الخامس علشان يقدر يعمل اللي عمله ده. جينج بيتصدم وبيقول ايه ده، هو ازاي بالقوه دي ده قدر يسد ضربه ابني؟ ليه ما بيتعلمش من الدرس وبيقول له انت ضعيف، انت اكيد عملت خدعه ما علشان تظهر بالقوه دي، انا مش هسيبك برضه، انت مجرد عبد عندي عائلتي وهتفضل عندي خادم وهنتقم منك، ومجرد ما هزمك حاليا انت منتهي انت وعائلتك. يانج ما بيستحملش كلامه وبيهجم عليه بضربة قوية جدا، حرفيا ليه بيقع على الأرض ما بيكونش ليه أثر. الانفجار اللي بيكون ناتج عن الضربة دي بيعمل طاقة مهولة في المكان وبنشوفه وهو واقع على الأرض ومش قادر يتحرك من كتر الإصابات من ضربة واحدة. ويانج بيقول له لما أنت ضعيف كده بتتحداني ليه؟ ليه عايز تكون أفضل من حقيقتك؟ أنت مجرد ضعيف ودهني، لو شفتك بتقول على عائلة إن إحنا عندك عبيد أو خدامين هقتلك. هنا جينج بيتعصب وبيقول له أنت إزاي تهاجم ابني؟ انت نسيت افضل عليك وعلى عيلتك، انت عيلتك كلها بيشتغلوا عندي، انت مالكش لازمه. وبيقوم وبيتعصب وبيقول له انا هقتلك وهخلص عليك، خلصوا عليه. هنا بيتدخل السيد ليو كمان السيد طاهي بيقول لهم انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ محدش هيلمس اصلا السيد العظيم يانج. وكلهم بيتصدموا من انهم بيدافعوا عن يانج واللي بيعتبروه ضعيف. جينج بيقول لهم انا ممكن اديكم كل حاجه وانا شخص قوي ليه مكانه وابني ليه مكانه واقوياء، ليه بتدافعوا عن شخص ضعيف زي ده؟ لكن السيد ليو بيتعصب وبيخرج طاقته وبيقول انا لو حد قرب من يانج انا هشيل عائله كلها من على وجه المكان ده، مش هيفضل فيكم واحد حي. كل الناس بيروحوا لجينج وبيقولوا له يا قائد انت لازم تهدي الليله والا حرفيا احنا هنكون اموات النهارده. هنا جينج بيقول له خلاص انا همشي. يا لهوي على الثقة يا ولاد اللي بيكون فيها يانج. هنا ياو بتحاول تقرب من يانج وبتقول ده قوي جدا وهيبقى غني كمان، لكنه ما بيعبرش وبيمشي ويسيبها وبيكون في موقف وحش جدا وبتعيط وبيقول انا ضيعته من ايدي، حقيرة حتى وهي كده. هنا بيلاقي السيد طاي والسيد ليو ماشيين ورا يانج بيقول لهم عايزين مني ايه؟ بيقول له السيد ليو انا محتاجك تكون معايا، قرب ميعاد الاجتماع وانا محتاجك تكون معايا في الاجتماع ده. طبعا يانج بيقول له انا اكون موجود. وهنا السيد طيب بيقول له انا عندي يعني مريض عنده ارق وعملت الوصفه دي علشان علاجه، ولكن يانج بيمسك الوصفه بيقول له دي ملهاش اي لازمه وقمامه وبيقطع الورقه وبيرميها. بيقول له انا هديك الوصفه دي خد اديها له وبعدها هيكون كويس جدا ويتعالج من اللي هو فيه، وكمان انا هروح المدرسه وهرجع بعد اسبوع خليه يجي لي علشان خاطر اطمن عليه بنفسي. لكن السيد طيب بيقول له انت بتتكلم عن الامبراطور بنفسه، هو المريض بتاعي ازاي هيجي لك؟ يانج
يانج بيقول له يا سيدي بس اديله الورقه وهو هيجي له لوحده وما تقلقش وتشغل بالك انت. وهنا بنشوف السيد ليو وهو مستني يانج علشان ياخدوا الاجتماع نقابه الكيميائيين، وبيقول له يا سيد ليو انا محتاج ان انت تساعدني في ان انا اثقل حبه من الدرجه الخامسه. انا هحاول اجمع كل الكيميائيين اللي موجودين علشان نحاول نوصل للمرحله دي. لكن يانج بيقول له حتى لو جمعتهم كلهم واستخدمت 10 من الكيميائيين من الدرجه الرابعه مش هيقدروا يوصلوا لاي شيء ولا حتى يعملوا حبه من الدرجه الخامسه. لكن السيد ليو بيقول له يعني احنا بنحاول وبنجتهد، لان حتى لو هتكون جوده الحبه قليله وهي من الدرجه الخامسه ففوائدها عظيمه جدا وتعتبر كنز. وهنا بنوصل للنقابه بيكون واقف الكيميائيين كلهم فيها، وبنلاقي رئيس الكيميائيين بيرحب بشخص ما وهو رئيس نقابه المحاربين وشانج، وبيقول له وجودك هنا شرف لينا. وشانج بيقول له علاقتنا ممتازه جدا وقويه ولازم اكون موجود في مناسبه زي دي وده شيء يشرفني. وفجاه بيوصل يانج بيتصدم هو وبيقول اللي جايب المعلم هنا. هنا السيد ليو بيعرفهم عليه وبيقول هو ده الاسطوره الجديده في عالم الكيمياء. نائب الرئيس مينج بيقول ايه ده انتوا جايبين لنا عيل ده طفل ازاي ده قوي في الكيمياء. هنا السيد ليو بيقول له ما تستهترش بيه، السيد يانج هو اسطوره الكيمياء الحديثه. برضه ما بيقتنعش الشخص ده. بيوقفه الرئيس واللي اسمه لوجي وبيقول له كل واحد ليه حقه ياخد فرصه. المهم دلوقتي يلا بينا نبدا. ونشوف مينج وهو بيقعد السيد وو في مكان برضه مهم جدا وبيقول ليانج روح اقعد مع الخدام. لكن السيد وو بيدخل وبيقول له انا حابب ان السيد يانج يقعد جنبي. يانج ما بيهتمش بيه وبيشاور له بيقول له بيروح يقعد جنب السيد وو. هنا هو بيقول له يا معلمي ايه اللي جابك هنا انت بتعمل ايه؟ قال له انا جاي علشان خاطر اساعدهم في صنع وصقل الحبه من المستوى الخامس. السيد وو بيتصدم وبيقول احنا النهارده هنشوف مستوى تاني خالص من الكيمياء. وهنا بيجي الاناء اللي هيتصنع فيه الحبايه ويانج بيتكلم وبيقول على الرغم من ان الاناء ده ضعيف ونسخه مقلده من الاناء الاصلي ولكن هيكون كافي جدا لان انا اقدر اسقي الحبه دي. بيتكلم السيد لوجي وبيقول ليانج يا سيد يانج هل تقدر ان انت تفيدنا بطريقه معينه لصقل الحبه؟ هنا بيتعصب مينج وبيقول مين يانج ده اللي بتسالوه؟ ده شخصيه ملهاش لازمه. يانج بيتعصب وبيقول له انا اللي ماليش لازمه انا هفرمك انت شكلك ناوي تموت هنا النهارده. السيد ليو بيدخل ويقول سامحنا يا سيد يانج هو ما يعرفش مكانتك. يانج ما بيسكتش الموضوع ده بيقول له لو سمحت ما تدخلش الحساب بيني وبينك. بيقول له انت شايف ان انت اقوى مني؟ بيقول له طبعا انا وصلت كده للمستوى الرابع وانا 20 سنه يعني انا عبقري كيمياء، انت ايه بقى في سنك ده ولا اي حاجه بالنسبه لي. يانج بيتعصب عليه وبيقول له ماشي انا اوريك مستوى من الكيمياء عمرك ما تحلم بيه. ما مش بالواسطه يا حبيبي انك تقدر تكون فعلا كيميائي عظيم. اوريك هسكر الحبه دي بنفسي وبدون مساعده اي شخص وكمان مش هعمل حبايه واحده هعمل 10 حبات وهتكون باعلى جوده ممكنه. هنا بيقولوا كلهم مستحيل محدش يقدر يعمل ده لوحده ولا حتى لو اجتمعنا كلنا نقدر نوصل للمرحله دي. مينج بيسخر منه وبيقول له طبعا انا عايز اشوف ده بعيني اتفضل وريني شطارتك. هو بيكون متاكد انه هيفشل. بنفاجئ ان السيد يانج بيستخدم نار اسطوريه وبيبدا يجمع الطاقه بتاعتها علشان يبدا مرحله صقل الحبه من المستوى الخامس. بيتكلم وبيقول له متع نظرك بنيران الجحيم. بيقول له انت تقصد نيران النطاق الاحمر؟ بيقول له فعلا في اكتر من شكل للنار دي ونوع وكلها بتختار سيدها واللي بيقدر يتحكم فيها وانا بتحكم فيها كلها. وفجاه بتخرج طاقه مهوله جدا وبيتصدم الجميع من اللي شايفينه. بيقول السيد ليو دي نيران الجحيم، دي النيران اللي كان بيستخدمها السيد الاسطوري الامبراطور النجمي شيانج تشان واللي هو اصلا اللي مستولي على جسد اخينا يانج ده. وكله بيتصدم من القوه دي واللي تحتاج الاف السنين للوصول فيها. هو بيبص على يانج وهو حرفيا بيسقط الحبوب بكل قوه. بيبقوا مصدومين طبعا لان محدش يتوقع ان يانج يكون بالقوه الاسطوريه دي. هو بينجح يانج فعلا وبتكون حبه من المستوى الخامس وبجوده عاليه جدا. بيركع مينج بيقول له ما كنتش اعرف ان حضرتك بالقوه دي يا سيدي. بيقول له مفيش مشكله. وهنا بيديها للسيد ليو وبيقول له ارفع مستوى المنظمه بتاعتكم. بيوقفوا تشينج وبيقولوا على الرغم من ان التجربه نجحت الا ان السيد يانج مش تبع النقابه بتاعتنا وده معناه انه ممكن نترفض في اختبار الترقيه. علشان كده انا بطلب ان السيد يانج ينضم للنقابه بتاعتنا ويكون احد اعضائها. لكن يانج بيقول له انا لسه صغير وانا كمان في مدرسه النجوم فما اقدرش اكون موجود معاكم في النقابه باستمرار. العجيب بقى هنا ان بيدخل السيد مينج نائب الرئيس وبيقول له يا سيد تشانج انت ممكن تكون نائب الرئيس وكده نقدر نستفيد من خبراتك وتكون موجود معانا كمان. وبيتحول الوضع تقريبا العكس تماما من بعد واحد كرهه لواحد معجب بيه جدا وكلهم بيقدموا له الاحترام وبيوافق يانج انه ينضم للنقابه ويكون نائب رئيس نقابه الكيميائيين الامبراطوريه. وهنا كمان بيكلموا السيد وهو بيقول له يا معلمي انا محتاج ان انت تنضم للنقابه بتاعتي كمان. بيقول له موافق وبيتبسط جدا بالقرار ده. وهنا بيقول له انا جبت لك شخص عشان يهتم بيك لكنه فجاه ما بيلاقيش يانج قدامه.
هو بنشوف يانج هو تقريبا نايم في الفصل ومش مركز في اي حاجه، وفجاه بيزعق اتنين محاربين وبيقولوا فين يانج ده، احنا عايزينه يطلع لنا حالا. يوب تقف وبتقول لهم انتوا عايزين ايه؟ مفيش حد هنا بالاسم ده، واتفضلوا اطلعوا بره، ده فصلي وانا قائده الفصل وممنوع حد يدخله نهائيا. وقبل ما تفكروا تسالوا عن طالب من طلابي، هو بيتفاجئ بضربه جايه من الشخص ده. هنا بيمسك ايده يانج وبيقول له انت بتعمل ايه يا حقير؟ انت بتعتدي على يو صديقتي وكمان قائده الفرقه بتاعتي، انت تقريبا شكلك عايز تموت هنا النهارده، صح ولا انا غلطان؟ وبنعرف ان ده مقاتل اسمه شاو وان التاني مقاتل اسمه لاو، ودول من مجموعه اسمها تيان دي. المهم بيقولوا له احنا محتاجينك تكون معانا في المجموعه بتاعتنا، ودي دعوه من القائد بتاعنا شخصيا. هنا اللي بيرفض يانج وبيقول لهم انتوا مين؟ لاو بيتعصب وبيقول انا هقتله، لكن بيوقفوا شاو وبيقول له القائد عايز الشخص ده يكون حي. هنا شاو بيقول له احنا مجموعه قويه جدا ومحدش يقدر يكلمنا، وجودك معانا هيكون فيه مميزات كتير ليك. بيكون الطلاب معجبين بالامر، لكن شانج بيرد بكل برود وبيقول لهم شويه يعني قمامه مش هنضم ليكم. لو بيتعصب وبيقول لازم اقتل الشخص الغبي ده، وبيحاول يضربه، لكن يانج بيقع منه الكتاب على الارض. بيقول له لو ما جبتليش الكتاب ده انت هتندم على اللي انت عملته. لكن لا، بيكون متكبر جدا وبيقول له جيب لي مين، انت شخص ضعيف ومالكش لازمه. بيقول له انت اللي جبته لنفسك يا حبيبي واستحمل الباقي. وبيقف قدامه عشان يقاتله، ولكن يانج كالعاده بيديله ضربه واحده وبيطيره في الجو حرفيا، وما بقاش حد عارف هو راح فين. وبنتفاجئ من اللي حصل، وشاو بيقول له انت ازاي تعمل ده؟ انت ازاي تضرب شخص من افراد عائله تيان دي؟ انت شكلك هتموت النهارده. مجموعه تيان دي من اقوى المجموعات ومش هتعيش بعد اللي انت عملته ده. يانج بيقول له انتوا شويه زباله وملكوش لازمه، اقصى ما عندكم هاتوه، وانا عندي استعداد اكسر عظمكم كلكم، وما يهمنيش اي حد، ما دام اتعديت حدودك هتاخد على دماغك. انا هنا في الفصل ده وقائده الفرقه هي يو. ما اشوفش وشك تاني. يو شو بيمشي وبيقول لليانج انا ماشي لكن ارجع لك تاني وتندم. لكنه هو ماشي بيخبط في شخص ما، بيطلع الشخص ده هو جانج، وبيقول له شو ما تدخلش في الموضوع ده يا جانج لو سمحت. هنا جانج بيقول له موضوع ايه؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ انت مجنون؟ وبيدخل يسأل عن يانج. شاو بيتكلم وبيقول له احنا عايزين يانج ينضم لينا، ولو دخلت في الموضوع ده فانا مش هسيبك عايش وهكسر عظمك. لكن جانج كالعاده بيبقى واقف قدامه وبيبص له وبيقول له انت مجنون يا ابني، انت عارف انت بتكلم مين؟ بيقول له طبعا عارف انت بتكلم مين، ولو اتكلمت معايا زياده انا ممكن اخلي المجموعه بتاعتي تخلص عليك. منها جانج بيقول لليانج انت جرالك حاجه؟ يانج بيقول له محدش عرف معايا حاجه. لكن هنا تشاو بيتكلم تاني وبيقول للجانج فجاه قلم مباشر على وشه بيطيره في الارض حرفيا. وجانج بيقول له لو اتكلمت معايا بالطريقه دي فانا المره الجايه هخلص عليك يا حقير يا اللي مالكش لازمه. هنا بيهددهم وبيقول لهم انا هروح اقول لقائد المجموعه بتاعتي ومحدش فيكم هيسلم بعد كده، مش هنسيبكم في حالكم وهتندموا على كل اللي عملتوه. هنا بيدخل جانج وبيروح ليانج وبيقول له انا محتاج منك خدمه، انا محتاج ان انت تعلمني الثلاث اساليب الاسطوريه اللي باقيه من سيف كيدي، لو انت فاكر اللي كنت وريتهاني لما كنت معاك في المعركه. يانج بيقول له انت ليه عايز تتعلم التقنيات الثلاثه السريه للسيف؟ بيقول له بصراحه علشان اقدر اهزمك، لان انا اتهزمت قدامك لاني ما بعرفش الثلاث الطرق السريه دي او الاستخدامات السريه دي للسيف. بيقول له طبعا لا، انا اقوى منك، حتى لو علمتك الثلاث استخدامات او الطرق السريه دي انت برضو مش هتقدر تغلبني. انا هحاول ما دمت املك المعرفه وكمان القوه، وهتعلمني اكيد ههزمك. يانج بيعجب بيه جدا وبيقول له خلاص انا هعلمك الانماط الثلاثه السريه للسيف، واتمنى تقدر تهزمني، لكن لو ما هزمتنيش فانت هتناديني بالاخ الاكبر وهتكون معلمك، وما ينفعش تاني تتحداني او تعلي صوتك عليا. هنا جانج بيقول له انا موافق، والطلبه كلهم بيكونوا مصدومين ان جانج المتكبر والمغرور بيقف قدام يانج ويطلب منه ان هو يعلمه، وكمان بيوافق على شرطه عليه. حاجه غريبه جدا بالنسبه ليهم بصراحه. وهنا بيكون يانج واقف عمال يكتب في المذكره بتاعته ويحسب حساباته، وبيتفاجئ هنا بوجود يو قدامه، وبيكون يو نظراتها ليه غريبه وكلها اعجاب وحب. ولا انت فيكي شيء، انت تعبانه ولا ايه؟ بتقرب منه جدا وبتقول له احنا اصحاب يا يانج صح؟ لا اكيد. تقول له امال انت ايه اللي اتغير فيك؟ انا هعرفك من زمان وعمرك ما اتطورت وانا اللي كنت بحميك. ايه اللي حصل لك؟ ايه السر اللي انت مخبيه عني مخليك بالقوه دي في فتره قليله جدا؟ وكمان بتمارس الكيمياء، انت بتعمل حاجه من ورايا انا ما اعرفهاش بعد كل صداقه اللي بينا دي؟ بيقول لها انت المفروض ما تكونيش فضوليه كده، انا ما عنديش اسرار ولا حاجه. لكن هنا يو بتصر وبتفضل تدور حواليه علشان توصل للسر اللي هو مخبيه عنها ده. لكنه بيقول لها اهدي واقعدي مكانك، انا ما عنديش اسرار ولا حاجه. وهو بيقول لها انا هقوم وامشي عشان اشوف ورايا ايه، يلا استاذنك. وفعلا بيقوم يمشي وهي بتكون محرجه جدا وتعيط. وبنشوف هنا يانج وهو ماشي في سوق بيفكر بيقول انا وصلت المستوى السادس، ولكن الجسد ده ضعيف جدا وجواه اضطرابات شديده، وانا محتاج ان اثقله بقوه كبيره جدا علشان يقدر يتحمل قوتي ويتطور معايا. وبنشوف هنا يو وهي بتراقب يانج
وطبعا يانج كالعادة بيحس بإن هو بتراقبه وبيحاول إنه يهرب منها ويجري، ولكن يقول لا تستسلم يا جماعة، وبتجري وراه بكل سرعتها، حرفيا حاجة مفيش بعد كده. شوف يانج مستخبي ويشوف بنات واقفين وبيقول أنا ممكن البنات دي يساعدوني في إن نتخلص من يو. ببساطة أنا ههرب منهم وأدي لكل واحدة منهم فلوس، وببساطة هم ينفذوا اللي أنا عايزه وهيعطلوها عندي لحد ما أهرب. يانج بيروح للبنات وبيقول لهم عاملين إيه، وحشتوني. اوه يو بتشوفه بتكون غيران عليه جدا وبتقول له انت بتعمل ايه في المكان الزباله، بتقف مع بنات، بتقف مع البنات دول ليه؟ زي ما تفكر وبيطلع الفلوس بيقول لهم عطلوا البنت دي عني شويه لحد ما هرب، وفعلا بيعطلوها عنه وبيتكلموا معاها. لكن فجاه بيظهر 2 مقاتلين وبيكلموا يو، بيقولوا لها تعالي معانا احنا هناخدك على القصر. يو بتخاف وبتشك فيهم وبتقول لهم انا هروح لوحدي، محدش ليه دعوه بيا، انا هروح من غير ما حد ياخدني خالص. لكن المقاتل بيمسكها من ايدها وبيقول لها تيجي معانا غصب عنك، والدك تعبان وامرنا ان احنا ناخدك ونوصلك لحد القصر. لكن يو بترفض وبتقول له انا مستحيل اجي معاكم. هو هنا المقاتل ده بيقول خلاص انت كده تضطرين ان احنا نستعمل معاك القوه. لكن يو بتخاف جدا وبتقول انت فين يا يانج يا حقير، ازاي تسيبني لوحدي كده، يا خاين، بتجري ورا البنات وتسيبني. وبيهاجموها، ولكن في اللحظه دي بيظهر يانج وبيمسكها وبيقول لها يعني بتناديني وتستنجدي بيا وتشتميني في نفس الوقت، ايه الجبروت اللي انت فيه ده يا شيخه، ما تقلقيش على العموم انا هخلص عليهم. بتقول له لا طبعا دول مقاتلين من المستوى السادس وانت مش قدهم، ما تحاولش تحاربهم علشان دول ممكن يأذونا. لكن يانج بيقول لها ما تقلقيش هنشوف مدى قوتهم ايه، وفعلا بيتقدم ناحيتهم يانج ويقول يو اتفرجي وانا بعلم القمامه دي الادب. يو بتقول له اتمنى لك التوفيق لكن ما تحاولش انا خايفه عليك، وبيوجه ليهم ضربه حرفيا بيرميهم على الارض. في اللحظه دي المقاتلين بيقربوا من يانج وبيهاجموه بقوه كبيره جدا، ولكن يانج ببساطه بيخرج سيفه وبيهاجمهم بقوه مهوله جدا خارجه من السيف ده، حرفيا بيخلص عليهم. وهنا يو بتتصدم من قوة يانج وبتقول له ايه اللي انت عملته ده، تخلصت عليهم ليه؟ يانج بيقول لها ببساطة لانهم كانوا عايزين يخطفوكي، ولو انا ما خلصتش عليهم هم مش هيسيبوكي. يو بتقول له احنا طلاب والمفروض ان احنا مش من حقنا نعمل ده، حتى لو كنا في معركة وبندافع عن نفسنا المفروض كنت تسيبهم، لكن انت خلصت عليهم حرفيا. بيقول لها خلاص تعالي ما اوصلك للقصر. بيتنقل بينا المشهد وبنروح لقصر الامبراطور وبيكون قاعد تعبان جدا وباين عليه الاجهاد. الامبراطور يتعصب يقول حتى اعظم الاطباء ما يقدروش على علاجي. وهنا في اللحظة دي بيدخل السيد تاي وهو بيقول له اهلا بيك سيادة الامبراطور، انا قدرت اتوصل لوصفة هيكون فيها علاج الارق بتاعك. لكن الامبراطور بيقول له انت بقالك سنين بتعالجني يا تاي ومفيش اي نتيجة للعلاجات بتاعتك دي، وهو بيكون غاضب جدا يقول له لو المرة دي انا ممكن اقتلك فابعد عني لاني متعصب على الاخر ومش مستحمل نفسي. طيب يقول له انا الوصفة دي متأكد منها، الوصفة دي هيكون فيها علاجك يا سيادة الامبراطور، اتمنى بس حضرتك تبص في الورقة دي واكيد انت هتغير رأيك لما تشوفها، وهضمن لك ده بحياتي حرفيا. وبيرجع قدامه وبيسلمه الوصفة. بيروح الحارس ناحية سيد تاي واللي بيكون مرعوب وبيقول هو في نفسه انا كده خايف جدا، انا معتمد على قوة السيد يانج. الحارس بيقول له انت ازاي تعمل كده، يعني ايه انت اهم طبيب في الامبراطورية واقوى طبيب، ما ينفعش طبعا اللي انت بتقوله ده. لكن الحارس بياخد الورقة وبيسلمها للامبراطور. الامبراطور لما بياخد الورقة بيبص فيها حرفيا بتبان على ملامحه صدمة شديدة جدا، وهو بيمسك طيب بيقول له مين اللي كتب الورقة دي؟ طيب بيقول له ده صديق ليا يا سيادة الامبراطور. الامبراطور بيقول له وديني ليه حالا. طيب استغرب بيقول له حالا، بيقول له ايوه حالا، جهزوا لي العربة بتاعتي وجهزوا لي لبس خاص جدا لان الشخص اللي انا هقابله ده هو يعتبر شخص مهم جدا وقوي جدا بالنسبه لي. في اللحظه دي بنشوف يانج ماشي وفجاه بيتفاجئ ان في حد بيكلمه وبيقول له سيد يانج، وبيكون ده الطبيب تاي. بيقول له انا جبت المريض اللي كنت كلمتك عنه واللي انت كتبت له الوصفه وهو عايز يقابلك، وهو بيكون ده هو الامبراطور. وبيروح المشهد بينا للامبراطور وهو بيكلمه وبيقول له انت اللي كتبت الوصفه دي، انت ولد صغير ازاي عملت كده؟ يانج بيرد عليه بيقول له ما ينفعش الكلام هنا، اتفضل جوه وبعد كده نبقى نتكلم براحتنا. هو بيقول للطبيب تاي لو سمحت استنانا هنا لان انا عايز اتكلم مع الامبراطور على انفراد. وبنشوف يانج قاعد. يانج بيقول له انت استغربت الوصفه اللي انا كتبتها لك صح يا سياده الامبراطور؟ يقول له فعلا، انت ازاي قدرت توصل للوصفه دي؟ يانج بيقول له ده مش شغلك، انت شفت مستقبلك، ده السبب ان انت مش عارف تنام، بصيت في البحيره السماويه وشفت ان انت هتموت وهو ده مستقبلك. هنا الامبراطور بيتصدم حرفيا من كلام يانج، هو بيقول له انت ازاي قدرت تعرف كل المعلومات دي عني؟ يانج بيقول له هو ده مستقبلك ولازم تقبله، انا ما اقدرش اساعدك فيه. ويقول له الامبراطور انا محتاج ان حضرتك تساعدني، انا ما اعرفش انت ازاي عرفت موضوع البحيره السماويه، ازاي قدرت تعرف كل المعلومات دي، انت مين اللي وصلك لكل الحاجات دي ومحدش يعرفها غيري انا؟ بيقول له هو انت تعرف مين اللي انشا البحيره دي؟ الامبراطور بيقول له ان اجدادي قالوا ان اللي انشا ده محارب عظيم جدا، بل انه اعظم محارب كان موجود في وقتها، هو الاعظم لحد زماننا ده، وهو الامبراطور النجم العظيم. بيقول له تعرف الشخص ده؟
تعرفه شخصيا بيقول له انا ما اقدرش اساعدك ولا اقدر اغير لك مستقبلك، لكن حاول انك تغير المستقبل ده. انت حاولت تاخد الطاقه بتاعتي وتسرقها من البحيره بدون اذني، وده كان اقل عقاب لك انك تموت. بيصطدم الامبراطور ويقول انت الامبراطور النجم العظيم؟ معقول؟ انت ازاي؟ فيقول له انا هو، ولكن انت ليه حاولت تتخطى حدودك وتاخد الطاقه بتاعتي اللي انا حاططها في البحيره وعينا فيها؟ ده مخزون مش اي حد يقدر ياخده. بيقع الامبراطور على الارض ويقول له سيدي سامحني انا اسف، ولكن عايزك تساعدني، ارجوك ساعدني ان انا ما اموتش. يانج بيقول له غير طمعك وانت كل ده هيتغير، وكمان غير افعالك عشان قرارك يتغير، فاهمني؟ لازم تفهم ده كويس. وبيقول له انا موجود في مدرسه النجوم لو عايز تقابلني. الامبراطور بيتصدم بيقول له انت ازاي موجود في مدرسه ضعيفه زي دي؟ بيقول له ده مش وقته يلا يمشي، وبيمشي حرفيا. الامبراطور بيخرج وبيقول للطبيب اي شيء يطلبه السيد بعد كده طلبت مجابة، وده امر امبراطوري حرفيا. بيكون مصدوم، هو ايه اللي حصل؟ هو قدر يعالجه ولا هو في ايه يا جماعه؟ بنشوف يانج ماشي وفجاه بتطلع له وبتقول له انت ازاي متاخر عني كل ده؟ انت مش عارف ان في مسابقه بين فصلنا وبين الفصل التاني؟ وبتشد وتجري. بيقول لها طيب براح عليا ايه بس اللي حصل؟ تقول له يلا عشان نلحق المسابقه. وهو بيتغير بين المشهد وبنشوفهم واقفين في ارض المدرسه، وطبعا بيكون الطلاب كلهم موجودين علشان خاطر المسابقه اللي هتتقام بين الطلاب والفصول. بيبص ليو بيقول لها انت متحمسه قوي للمسابقه دي. وفجاه بيظهر شينك وبيقول له ها يانج ازيك عامل ايه؟ انا عايز اتكلم معاك في موضوع على انفراد، اتمنى توافق وتيجي معايا. وهنا بكل بساطه يانج بيقول لليو انا همشي معايا. يو بتقول له لا بعد المسابقه، بعد المسابقه بروح اعمل اللي انت عايزه. بيقول لها ما تخافيش مش هتاخر عليكي ابدا. وهنا بنشوفهم واقفين مع بعض، ويانج بيقول له قول اللي عندك يلا، انا عارف انه ما بيجيش من وراك خير. شينج بيقول له ببساطه انا عارف ان انت شاب فقير ومن عيله فقيره وكمان بتخدم عند عيله فقيره، فانا اديك الفلوس دي كلها مقابل انك تبعد عن يو. انت مش شكلها ولا هي شبكلك، هي مستوى تاني خالص غيرك، هي غنيه وبنت شخص مسؤول وغني جدا. خد الفلوس دي هتغير حياتك وهتساعدك كتير قوي بمناسبه ان انت اصلا فقير ومش لاقي تاكل. لكن يانج بيرمي الفلوس وبيقول له انت اللي ابعد عن يو، مالكش دعوه بيها وما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. بيتعصب شينج وبيقول له انت حقير، انت ازاي ترد هديتي؟ انت فاكر نفسك مين؟ وهنا يانج بيمشي ويسيبه وبيقابل يو. بتقول له يلا عشان وقتنا جه. بيقول لها ازاي دورنا جه؟ لسه بدري قوي. بتقول له لا ما هي المسابقه دي بيكون 3 ضد 3 علشان كده بتعدي بسرعه جدا وبتلاقي الادوار بتخلص بسهوله ومن غير ما يكون في وقت ابدا. يانج بيكون مصدوم وبيقول لها انت عايزه مني؟ ما تسيبيني في حالي، روح انت. نشوف يو واقفه مع امراه اسمها يان، وهو بتقول لي هو يانج ده قوي فعلا زي ما انتم بتقولوا؟ بتقول لها ده قوي جدا، ده قدر يهزم جانج تقريبا بضربه واحده. بتقول هنشوف اذا كان قوي ولا مجرد متفاخر او دجال وبيتحايل علشان يكسب. شوف يانج وهو واقف وبيقول انا هحارب ال3 لوحدي، انا ما عنديش وقت عشان اقعد اجمع فريق. كلهم بيتصدموا وبالاخص اللي بيحاربوه وبيكونوا 3 شباب، وبيقولوا له انت عارف ان انت مش طبيعي، انت صحيح ان انت قدرت تهزم جانج، لكن احنا 3 من اقوى المحاربين وبنعرف ان هم اخوات، هم ال3 ومن عائله جين، وكمان محاربين اقوياء جدا لدرجه مش طبيعيه. وبيقولوا له ما تخليش غرورك يخليك تضيع نفسك، وبيظهروا قوة مهولة جدا قدام يانج. شوف يانج واقف بكل ثقة وبيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده اسمه لعب أطفال، وبيظهر قوة مهولة جدا وبيهاجم الأخوة ال3 بقوة حرفيا هتكون هتقتلهم. كلهم بيصطدموا من القوة اللي خارجة وبيخافوا إن الأخوة ال3 يكونوا ماتوا. هنا بتدخل يانج وبتقول له اقف يا يانج، لكنهم بيحذروها بيقولوا لو دخلت الضربة دي هتموتي، لكن يانج من نفسه بيوقف الضربة. وهنا الأخوة ال3 بيظهروا وبيعترفوا بهزيمتهم قدامه وبيقولوا احنا فعلا نعترف بالهزيمة قدامك لأن انت طلعت أقوى مما كنا نتخيل. هنا بنشوف يان وهي مستغربة وبتقول فعلا يانج أقوى مما أتخيل، يقدر يهزم 10 أشخاص حرفيا بضربة واحدة، الشخص ده مميز جدا. وبنشوف يو وهي رايحة ليانج وبتقول له أنت عندك سر، أنت بتخبي عليا إيه؟ قول لي السر اللي مخليك قوي كده، أنت كنت ضعيف جدا وأنا اللي بحميك والوقت أنت قادر تهزم كل ده ببساطة. بيقول لها دي فنون أنا اللي اخترعتها وممكن أعلمها لك كمان. هنا بتظهر بنت جميلة جدا وبتكون دي بنت المعلم ليو الكيميائي العظيم والمعروف في كل الامبراطوريه. وبتقول له اهلا بيك يا يانج، انا حابه ان انا اكون اختك الصغيره. لكن هنا بتظهر يو بتكون غيرانه ومجنونه وبتقول لها انت مين يا قصيره انت يا اوزع، وبعدين انت عندك كام سنه عشان تكلميني بالطريقه دي؟ يانج بيقول لها هي اكبر منك على فكره، لهدي شويه. وهنا بتظهر المعلمه يان وبتقول له في حد بيتحداك يا يانج. وبيظهر هنا الشخص اللي واقف ورا يانج وبيكون اسمه لاو. وبنشوف لاو وهو واقف متغاظ جدا من يانج، بيقول له انا حرفيا هكسرك النهارده، هكسر عظمك عشان ما عادش ينفع تكون مقاتل ولا تدخل مدرسه تاني. بنرجع بالزمن شويه وبنلاقيه واقف مع شينج، وشينج بيقول له الشخص ده احرجني وانا عايزك تدمره، لو قدرت تعمل ده فانا مش هتخلى عنك، بالعكس انا هساعدك بكل الفلوس اللي تطلبها. وبيتم الاتفاق بينهم، ويا عيني بيكون لاو ظلم نفسه بالاتفاق ده بصراحه. وبنشوف كل الطلبه بيتكلموا عن المعركه اللي هتكون بين يانج ولاو، وبيقولوا يانج قوي جدا ولاو قوي لكن مش بقوة
مش بقوة يانج. وبنشوف البنات وهم قاعدين يشجعوا لاو، وكلهم في الغالب البنات بيقولوا ان لاو هو اللي هيكسب. وبنلاحظ ان يو هي الوحيدة اللي عمالة تشجع يانج بكل الطرق. بيقولوا لها انت بتشجعيه ليه؟ ده شخص ضعيف جدا وكمان فقير وغبي، انت ازاي توصلي له؟ يو بتقول لهم انتوا اللي اغبياء، يانج شخص قوي وهينتصر في المعركة دي. لاو بيقول لليانج انا هقتلك النهارده علشان تبقى عارف. يانج بيقول له انت شكلك متعلمتش من العلقة اللي اديتها لك قبل كده. واضح انك محتاج علقة تانية او درس تاني عشان تتعلم وتفوق من اللي انت فيه شوية. لاو بيبص له بكل احتكار. يانج بيقول له نظراتك ملهاش فايدة، وريني قوتك. لاو بيهجم عليه بضربة قوية جدا، ولكن كله هنا بيقول خلاص يانج انتهى ومات. لكن بيتفاجئوا ان يانج بيخرج قوة من ايده قوية جدا وبيصد الضربة بتاعة لاو. حتى لاو نفسه بيكون مصدوم، والبنات بيقولوا ايه يو يا يو كده بس يعني ها كده يعتبر لاو لسه بيسخن، ما تقلقيش هيقتل يانج بس بعد شويه. لكن يو بتقول لهم يانج مين اللي هيموت؟ ده هو هياكل البتاع بتاعكوا ده. هنا لاو بيقول له انت قدرت تصد الضربه دي، لكن انت لسه ما شفتش قوتي الكامله، انا هوريك حاجه مرعبه. وبيعمل طاقه حواليه وفجاه بتخرج منه اجساد وهميه. ودي خاصيه الجسد الوهمي، ازاي قدر يتعلمها؟ دي قويه جدا ومش اي حد يقدر يعملها. يانج بيبص له بكل احتقار وبيقول له انت عارف مين اللي ابتكر المهاره دي؟ ده شانج تشان الامبراطور النجم العظيم، تعرفه؟ وفجأة بيرفع ايده في السماء وبيظهر منه شخصيات كتيرة جدا تشبهه، وبيقول له بس عشان المكان ما يقدرش ياخد كل الطاقة فأنا بس هكتفي بدول، حاجة بسيطة كده علشان أوريك. وبعدين لما تحب يا حقير تتحداني ما تتحدانيش بمهارة أنا اللي ابتكرتها. لا وبيقول ازاي الحقير ده قدر يستخدم دي مهارة صعبة جدا. البنات بيقولوا يا عيني ده يتهزم، ولو بيحاول يهاجم يانج وفعلا بيهاجمه وبيدخل السيف في جسمه وبيقع يانج على الارض وبيقول له انت ده اخرك، ده اللي انت عايز توصل له؟ بيفرح له وبيقول انا قتلت يانج انا الاقوى. ولكنه بيتفاجئ ان يانج واقف وراه وان هو كان ده جسد وهمي، وبيضربه ضربه حرفيا بينتج عنها اصابه كبيره جدا في دراعه، لدرجه ان دراعه قادر انه يطير فيها بل انه طار كمان. المعلمه يعني بتقول له انت ازاي تاذي الشخص اللي كان بيحاربك بالطريقه دي؟ بيقول لها انا ما اذيتوش، هو كان عايز يقتلني، انتوا المفروض دوركم تسيطروا على الموضوع ده، الشخص كان عايز يقتلني وانا دافعت عن نفسي. بتقول له انتظر عقابك يا يانج. هو بنشوف السيد ليو وهو موجود واقف، بيقول له شخص ان السيد يانج قطع دراع شخص وهو بيحارب في معركه. سيد ليو بيقول له يبقى يستاهل، سيد يانج شخص محترم واحنا هنقف جنبه بكل السبل. وكمان وو تشانج بيعرف الموضوع ده وبيقول له احنا ندعم السيد يانج ومحدش يقدر يقرب له، هو ما بيعملش حاجه في شخص غير اذا كان الشخص ده يستحق. وبنشوف شخص قدام الامبراطور وبيقول ان السيد يانج كمان عمل مشكله كبيره جدا وان المدرسه عايزه تعاقبه. الامبراطور بيقول محدش يقدر يعاقب يانج، انا يانج احد اصدقائي اللي يقرب له هيكون جزاته الموت. وبنشوف يانج واقف في الفصل كل الطلاب بيقولوا له انت كده هتتعاقب وممكن تطرد من المدرسه، لكنه بيقعد كل اصدقائه بيقول لهم بطلوا الكلام الفارغ ده، انا مجرد شخص دافعت عن نفسي وبس. ما تنسوش تصلوا على النبي لو وصلت لهنا، وفي الحلقه الجايه هنشوف العقوبه اللي هيتعرض ليها يانج. هتمنى تشتركوا في القناه وكمان تقولوا تعليق كويس، وهستناكم في الحلقه الجايه. سلام.